سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه جديده وهي بسكوي رولي بطريقه جديده وسهله وبسيطه، توجد في 5 دقائق. اصلا هو في 5 و5 ويوجد في 5 دقائق. تبعوني في المقادير. عندي 5 بيض، عندي 5 مغارف كبار زيت، 5 مغارف كبار سكر، 5 مغارف كبار فرينه، واحدة خميرة الحلوى، وملعقه صغيره فانيلا. نبداو في الطريقه. نوضع البيض تاعنا في اناء كما راكم تلاحظوا، نزيدوا عليه هذيك 5 مغارف سكر يكونوا معمرين بومبي، يكونوا معمرين مليح بهذه الطريقه. وغادي نحكموا الباتور تاعنا ولا البيتخان ولا اي حاجه تضربوا بها. المهم ماشي فوي غادي تعييكم، خاطر غادي نطلعوا البيض تاعنا مليح. واللي ما عندهش يستعمل الفوي. غادي نطلعوا البيض تاعنا كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل حتى يطلع لنا مليح. دروك غادي نزيدو ملعقه صغيره فانيلا، ونزيدو هادوك 5 مغارف زيت. ومور اللي نزيدو الزيت ما غاديش نضربو بالباتور بزاف، غادي نضربو غير ضربه خفيفه ونحبسو باش البيض تاعنا ما يهودناش. تبعوا مليح النصائح باش ينجح لكم 100%. انا شويه الهضره تلفت لي من وين ما صورتش ومن وين ما درتش المونتاج، على بها غير استحملوني. نسيت كلش. دروك غادي نزيدو هادوك 5 مغارف فرينه. راكو تشوفوا وريت لكم مغرف كي تكون معمره مليح تاع الفرينه. غادي نوضعوا نصف الكميه ونخلطوا، ومن بعد عادك نزيدوا نصف الكميه الثانيه. نخلطوا بسباتول من الفوق للتحت باش البيض هذاك ما يهودناش. دروك نكملوا الكميه مع وحده خميره الحلوى، ونضربوا البيض تاعنا غير بشويه من الفوق للتحت من الفوق للتحت حتى يتجانس لنا كاع المكونات كيما راه موضح في الفيديو. ما تضربوش بزاف خيما هذاك البيض يهود لكم والجانواس تاعكم ما تنجحش. دروك نجيبوا البلا تاعنا نديرو فيه بابي كويسون، غادي نحطوا هذاك الخليط تاعنا نوزعوه على المول كامل. هاد المول 40 على 45. دروك غادي نخبطوه شويه باش يخرج لنا كاع داك الهواء. وانا راني شاعله الفرن تاعي مقبل على 180 درجه. دروك ندورو لا كريم شونتيي، غادي نحضروها كاس شونتيي وكاس حليب بارد، نخلطوهم مليح حتى تولي لنا اون كريم. كيما راه باين. ونديروها في الثلاجه تريح ما بين البسكويت تاعنا ما يطيب، ونولي معاكم. عفوا. هاي الشونتيي تاعي طلعت. دروك غادي نديرها في الثلاجه تريح باش تزيد تتماسك مليح. والبسكويت تاعنا راه طاب. انا نحرق لي غير شويه، ماشي نحرق لي، شدت لي التحمر في جهه من وجهه من. المهم معليش نتوما عسوها. نلوو كيما راكم تشوفوا، نقلبوها ونلووها في البابي كويسه ونزيدوا عليها سربيته تكون مقيه، نلووها كيما راكم تلاحظوا وندخلوها للثلاجه واحد لمده 10 دقائق ولا، ونجبدوها ونبدو نخدموا بها. انا هنا كنت محضره شيربات باش نسقيها. ساعه راجلي قال لي ما تشمخيها ناش، يبغيها ناشفه.
نتوما لا تبغوها مشمخه شمخوها، لا تبغوها ناشفه ما تشمخوهاش. نتوما واش تبغوا. نوزعوا لا كريم شانتيي، طبقه تكون مليحه شويه. واللي راه يتسائل على الشربات، انا ما كنتش محضره شربات اللي نصنعوها في الدار. كانت عندي الماء تاع الاناناس، كنت غادي نسقي بها، ساعه الزوج تاعي ما بغاش. نتوما لما عندكم الشربات سقوها غير بالحليب عادي، بالحليب وزيدوا فوقها الشونتيي تجي بنينه تاني. نتوما والاختيار تاعكم. هنا راحت لي اللقطه اللي كنت نلوي فيها. اسفه، المهم تعرفوا راكم تعرفوا تلووا. هنا بقات لي شونتيي، زدت لها مغرف كراميل كانت عندي واجده، وغادي نخلطها ونديرها من الفوق في البسكويت تاعي. خلطتها غير بالفوي مليح، ودرت النص في لابوشادوي، والنص غادي نغلف به البسكويت تاعي كما راكم تلاحظوا. ما ديروش على هذوك الحواشي، غادي نقطعوهم بعدا، نقلعوهم بالسكين باش البسكويت تاعنا يجي متحف شويه شباب. دروك غادي نزينوها هكا بالفورشيت بالكارفو. وهاد الحاشيات غادي من بعد كي تشد روحها في الثلاجه كي نخرجها نحيهم بالسكين. درت هنايا دي غوزاس هكا تاع الشونتيي، وهنا كانت عندي صوص تاع الكراميل غادي نزين بيها، والتزيين يبقى اختياري كيما مالفه نقول لكم، كل واحد وكي يبغي يزين. وهنا درت فيرميسيل شوكولا فوق هذوك لي غوزاز غير شويه، وندخلها الثلاجه مده نصف ساعه او ساعه على الاقل تتماسك، ونولي معاكم في طبق التقديم. بعد ما تماسكت شوفوا الحاشيات انا قلعتهم باش تجي شويه متحوفه. دروك غادي نقسم معاكم قطعه باش تشوفوها كي جات، تجي طريه. هاد الجينواز تجي شابه بزاف وما تتهرس، ما يصرى لها والو، زعما تقدي تتعاملي معاها. شوفوا كي جات. اذا عجبكم الفيديو كيما العاده ما تنسوا تبخلونيش من لايك وتشتركوا في قناتي ليصلكم